صلوا على النبي فراولاتي، عاملين ايه؟ تعالوا بقى النهارده هنعمل مع بعض اجمد صينيه بسبوسه، اللي هي طريه كده ومتماسكه وطعمها خطير، واخده طريقه سوا مظبوطه ومقادير مظبوطه 1000000%. يعني انسي ان انتي تشتريها من بره تاني والكل هيشكرك عليها. يلا بينا ندخل على الفيديو ونشوف المكونات. انا عندي كده 3 كوبايات من سميد البسبوسه السايب، حطيت عليهم كوبايه الا ربع من السمنه السايحه، وهبدأ أقلب السميد كده مع السمنة علشان تغلفي كل حبات السميد بالسمنة، عشان تضمني ان هي ما تنشفش معاكي وما تعجنش معاكي، تبقى مرملة معاكي بعد ما تستوي. حطيت عليهم كده 3 معالق من جوز الهند، ولو مش عايزة تضيفيهم براحتك خالص، وهقلبهم معاه كده واسيبها على جنب كده. دي اول خطوة. تاني خطوة بقى عندي كوباية من السكر عليها كوباية الا ربع من الحليب، هاخدهم بقى على نار متوسطة كده، وهبدأ ادوب السكر تماما في الحليب لما يدوب تماما. خلاص كده هاضيف عليها بقى معلقة كبيرة كده من عسل الجلوكوز، ده موجود عند أي عطار يعني، وأي عند حد وعنده مستلزمات حلواني. تمام كده، هاسيبهم بقى يغلوا على النار، وعلى طول كده هاخدهم هانزل بيهم على البسبوسة، على الخليط اللي احنا عملناه، وهبدأ أقلب بقى حلو كده وما تعجنيش كتير، علشان ما تنشطيش الجلوتين اللي بيبقى موجود في البسبوسة فتنشف معاكي. مشغله الفرن بقى طبعا سايباه يسخن، وعندي هنا دي كده صينيه مقاس 32، وممكن تكون صينيه مقاس 30 زي ما تحبي. حطيت فيها بقى البسبوسه كده بعد ما دهنت الصينيه دهنه سمنه فلاحي. هبدا بقى اوزع كده الخليط حلو في الصينيه، جبت معلقه مبلوله من الميه كده عشان تساعدني ان انا افرد وش البسبوسه معايا. في الفرن بقى كده مشغلاه على درجه حراره 170، حاطه الشبكه في النص او الصاجه بتاعه الفرن. تمام كده، وسِبته يسخن مع نفسه كده، وجيت هنا بقى حطيت على الوش هنا كده شوية بقى من السوداني وشوية من البندق، حطي أي مكسرات تضيفيها، مش حابة تضيفي أي مكسرات، عايزة تضيفيها سادة كده تمام، هتبقى حلوة وهتبقى جميلة جدًا. بالمعلقة بس كده باضغط على المكسرات دي كده علشان تدخل جوه البسبوسة ما تقعش معايا بعد التسوية، ودخلتها بقى الفرن كده هتقعد معايا نُص ساعة. هنا ده بقى الشربات أنا عملته كوبايتين من المية وعليهم كوبايتين من السكر، عصير نص ليمونة وعليهم رشة فانيليا، وسبتهم يغلوا لمدة 4 دقايق على نار متوسطة. حطيت عليهم بقى معلقة سمنة فلاحي كبيرة كده، دي اللي هتديكي طعم السمنة الفلاحي في البسبوسة زي اللي بنجيبها غالية جدا من المحلات. البسبوسة بقى طلعت من الفرن سخنة تماما، الشربات سخن جدا والبسبوسة سخنة جدا، وحطي الاتنين على بعض علشان البسبوسة تطلع معاكي طرية. حطيتهم بقى على بعض وسبتها على جنب كده لمدة ساعة لما شربت الشربات، وبردت كمان شوية عشان لما تقطعيها ما تتبهدلش معاكي، تطلع بقى معاكي بالنتيجة القمر دي. عايزة اقول لكم تحفة، جميلة جدا جدا، قد إيه بقى متماسكة كده ومستوية حلو وطرية، جميلة جدًا. يعني اعمليها كده ونافسي بيها أكبر المحلات، تحفة. تقدري تعمليها بالطريقة ديّة كده وأنتِ ما تحطيش مكسرات، حطي بقى نوتيلا، حطي كريم شانتيه، حطي اللي أنتِ عايزاه على وشها من غير المكسرات دي بعد التسوية طبعًا، وبعد ما تشرب الشربات، تطلع معاكِ بالنتيجة القمر دي. عملنا بقى كده يعني مثلًا الصينية دي تعمل لها 2 كيلو مثلًا، شوفي بقى الكيلو ب200 جنيه برّه الجاهزة، شوفي أنتِ بقى وفّرتِ قد إيه لمّا عملتيها بقى كده عندِك في البيت، تحفة وطرية ومتماسكة. جربوها لو عجبتكم شيّروا الفيديو ونوروني في قناتي. باي.